ست الكل، انت تعملي اللي انت عايزاه. عايزه توقفيها على الرصيف، تحت على الارض، عجله فوق وعجله تحت، براحتك. اعملي اللي انت عايزاه. اللي قدامك دي ستروين سي 3 اير كروس موديل 2025. وبما ان العربيه دي موجهه اكتر للعنصر النسائي، فتعالى اقول لك على اجمد 5 حاجات موجودين في العربيه دي هتخليك تجيبها لو انت معاك موافقه استيراديه. اول حاجه واهم حاجه ان العربيه دي فيها موتور 1200 سي سي تيربو 3 سلندر. الموتور ده متوصل على فتيس 6 سرعات، بيطلع 110 حصان، وبيقدر يمشيك في اللتر الواحد لغايه 17 كيلو. يعني مفيش ولا احلى ولا اجمد من كده في استهلاك البنزين. وبما ان العربيه دي موجهه للعنصر النسائي، يبقى لازم ندور على راحه البال، مش عايزين وجع دماغ. العربيه دي مواصفات خليجيه وداخله ضمان في مصر، حصل فيها حاجه هنشيلها هيلا بيلا وندخلها التوكيل وعلى بيتنا طوالي. دور على راحه بالك. وبما ان اهل بيتك هم اللي هيسوقوا العربيه، فانت لازم تكون مطمن. العربيه فيها جميع انظمه الامان والحمايه، من اول انواع الفرامل والثبات الالكتروني، مرورا بالحساسات الخلفيه والكاميرا الخلفيه اللي بتشتغل بنظام ال 180 درجه، لغايه نظام مساعده الخروج من الحارات او اللان اسيست. يعني هتبقى مطمن على الاخر وهم سايقين العربيه. ست الكل، انت تعملي اللي انت عايزاه. عايزه توقفيها على الرصيف، تحت على الارض، عجله فوق وعجله تحت، براحتك. اعملي اللي انت عايزاه. العربيه عاليه. وبما ان حضرتك اللي هتدفع ثمن العربيه دي، فانا احب ابشرك واقول لك ان انت هتوفر على مصر حوالي 230 الف جنيه، وده لانك هتسترد قيمه الوديعه اللي هي ال 4700 دولار بعد 5 سنين بالمصري. نيجي بقى لاخر نقطه واهم نقطه. العربيه دي سعرها شامل الشحن والتغليف 52 الف درهم. طب لو انت عايز تيجي تاخدها وتتولى انت عمليه الشحن، سعرها 47 الف درهم على ارضها. نقول كمان والاخر مره، دي ستروين سي 3 اير كروس موديل 2025 داخله ضمان في مصر، مواصفات خليجيه. لو معاك موافقه استيراديه وعايز العربيه دي او اي عربيه ثانيه، كلمني على الرقم اللي قدامك على الفيديو.